السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسلام. هنعمل مع بعض النهاردة بيتزا بالجمبري بالصلصة البيضاء بطريقة سهلة جدا وبسيطة وعجينة هشة بدون بيض وزبادي. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دول كوبايتين مية دافيين، ومعانا 2 باكو خميرة فورية. لو انت عندك اللي هي الخميرة الطازة ممكن تستبدليها بيها. ومعانا كمان معلقة سكر كبيرة. وندوب كله لحد ما الخميرة تختفي تماما عشان ما تبقاش يعني ايه تعمل كتل واحدة بجنب. يلا نقلب كويس جدا ونزود زعتر. طبعا البيتزا بتحب الزعتر. وشوية زيت، يعني حوالي 3 معالق زيت. بس كده العجينة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا واقتصادية جدا. ولا بيض ولا زبادي ولا اي حاجة، هي كده بس هتبقى طعمها روعة. جربوها. ومعانا كيلو دقيق، معلقة ملح صغيرة مش مليانة قوي، يعني هي معلقة كبيرة بس مش مليانة قوي. ونعجن كويس جدا. وطبعا وانتي بتعجني لو محتاجة مية زودي، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. بس كده هي بتبقى طرية شوية يبقى احسن يعني. بس ويلا تعالوا نعمل الجمبري بتاعنا. الجمبري بتاعنا مغسول ومشطوف كويس جدا ومنشفينه وشايلين الخلة كده من ظهره بيه. دي السلسلة بتاعته بيبقى فيها رمل، لازم نشيلها علشان ايه بتبقى بتقرش شوية ساعة الاكل. هنشوحه على نار عالية عشان ما ينزلش مية. على السريع اول ما لونه بس يغير نشيله. رشة ملح، معانا كمان رشة فلفل اسمر، بس مش هننكه اكتر من كده. ونقلب كويس جدا، واول ما لونه يبدأ كله لون واحد نشيله. لو اول مرة تتابعوني ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة عشان تكبر بيكم، عشان يوصلكوا كل جديد. انا عندي المشاهدين بتوعي 90% بس مش مشتركين، اشتركوا في القناة عشان تكبر بيكم. بس كده خلاص خدت لون. هنشيل بقى كله. شوية الصوص اللي نزلوا دول هنحطهم على جنب، نبقى نحطهم على الصلصة البيضاء بتاعتنا. العجينة بتاعتنا خمرت، نديها بوكس كده عشان تطلع كل الفراغ اللي فيها. ندهن دهنة بسيطة الصينية بتاعتنا ورشة دقيق. الكيلو بيعمل معانا 4 بيتزات متوسطين، مش عاليين قوي ومش رفيعين قوي، يعني متوسطين. ده واحدة. تعالوا اقطعها لكم كمان 3، ودول 3 وحدات. يلا بينا نعمل الصوص الابيض بتاعنا. دي معلقة زبدة عليها الصوص اللي احنا كنا شايلينه من الجمبري. وننزل بفص توم، بس يا ريت ما ياخدش لون، يعني يتحط تحطي معلقة دقيق على طول عشان لو خد لون هتغمق يعني. بس كده هنقلب كويس جدا لحد ما تبدأ لونها يغمق سنة بسيطة. معانا كوباية لبن كبيرة. ونقلب الصوص بتاعنا كويس جدا لحد ما يبدأ يتقل. هنحط له ملح، فلفل أسمر، بس مش هنحط اكتر من كده عشان الثوم معانا هو ملح وفلفل اسمر بس. وتظبطي الطعم زي ما انت عايزه، عايزه ملح زياده مش عايزه ملح زياده. لو عندك كريمه الطبخ ممكن تستبدليها خالص بدل الدقيق واللبن. تحطي كريمه الطبخ بس بعد الثوم، هي هتبقى سميكه جدا زي ما هي كده، بس يعني ايه لو عندك دي او دي. احنا هنعملها اقتصاديه المره دي. دقيق مش العجينه بتاعتنا مفيش فيها زبادي، والصلصه البيضاء بتاعتنا مفيش فيها كريمه الطبخ، يعني اقتصادية بمعنى أصح بس بالجمبري. هنحط طبقة بس ما تكونش سميكة قوي، يعني ايه خفيفة جدا عشان ما تبقاش تقيلة معانا يعني. ناخد رشة بسيطة جبنة في النص، وبعدين بعد ما نحط كل المكونات بتاعتنا نزود الجبنة بتاعتنا.
زيتون، فلفل، بصل، زي ما انتي عايزة تحطي. حطي جمبري بس لو انتي مش بتحبي تضيفي له اي حاجة، براحتك يعني. بس انتوا جربوا الطريقة دي، انا عايزة اقول لكم احلى من المطاعم كمان، طعمها رائع جدا. والصوص الابيض او الصلصة البيضة بتاعتها بتدي لها طعم مختلف جدا مع الثوم. جربوها وقولوا ايه رأيكم فيها. بس كده. الفلفل بقى طبعا والتقطيعات، التقطيع زي ما انت بتحبي، انا بحب اقطعه زي تقطيعة السلطة كده عشان يبقى صغير. طبعا بيرجع لك انت لو انت حابة تقطعيه شرايح او تقطعيه صغير زي ما تحبي. ونزود بقى معانا شوية موزاريلا كمان. بس كده على فرن درجة حرارة 180 تحت بس لحد ما تاخد لون، وبعدين نحطها تحت الشوية. طبعا اللون اللي انت عايزة توصله، عايزة اكتر من كده، عايزاها تبقى فاتحة اكتر زي ما تحبي يعني. المهم من تحت تاخد اللون بتاعنا اللي احنا عايزينه، وبعدين الوش زي ما انت حابة. انا عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها تحفة تحفة، هي سخنة جدا. انا عايزاكم تجربوها، والعجينة بتاعتنا هشة جدا. طعمها رائع رائع رائع، مش عايزة اقول لكم بصراحة جربوها احلى من بتاعة المطعم كمان. اشوفكم تاني ان شاء الله، مطبخ صحي.